السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غنعرفوا واش كان الانسان صانع لنا الزلزال غير طبيعي، الزلزال اللي هو معروف من الكوارث الطبيعية. واش يمكن الانسان بفعل يقدر يصيب لنا زلزال؟ اولا الزلزال الطبيعي اللي كلشي كيعرفوا اللي هو مخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى. وطريقة كيفاش كينشأ الزلزال حنا غنتعرفوا عليها دابا. الزلازل الطبيعية تحدث عن طريق انكسار الطبقة الصخرية المتواجدة في باطن الأرض. كيفاش؟ في باطن الأرض كاين مجموعة من المعادن المنصهرة، وهاد الحمم المنصهرة تحدث لنا واحد الضغط. لا نعطيو له واحد المثال بقارورة مملوءة بالماء، نقوم بتسخينه، فما الذي سوف يحدث؟ يحدث ان ديك القرعه غادي تنتفخ. داكشي اللي كيوقع نيت في باطن الارض بسبب داك الحمم المنصهره او داك الحراره قد تدفع لنا في الصخور حتى يحدث الانكسار هو اللي كيسبب لنا الزلازل. يعني كيحدث لنا بزاف ديال الاشياء الطبيعيه، اهمها زحزحه القارات ونشأ الجبال. وهذيك الجبال فإن المنطقة اللي ضرب فيها الزلزال بالمغرب هي منطقة جبلية، تما فين كيضربوا الزلازل بقوة نتيجة لضغط الصفائح على بعضهم البعض التي ينتج عنها طلوع صفيحة فوق صفيحة، واللي كتعطينا جبل. بهذه الطريقة تكون لنا جبال الأطلس عبر ملايين السنين اللي كتبقى تتحرك من تحت مع بعضياتها، وهكا ثاني كيتكونوا لنا الزلازل. وهادشي اللي وقع نيت في مدينة مراكش بسبب تحرك لنا مختلف الفروقات أو الشقوق اللي متواجدين في الأرض، سببوا لنا الزلازل في مختلف الشمال. معلومة إضافية: المغرب جاء في نصف يتعرض للزلازل والنصف الآخر لا يتعرض لها. أن الصفيحة الأفريقية ثابتة، أي النصف الجنوبي. أما النصف الشمالي فتم فيه المشاكل، حيث أنه يتكون من 3 صفائح اللي مخليه ديما عرضة للزلازل. ودابا نزول الزلزال المصطنع اللي خاصنا باش نحصلوا عليه، خاصنا نوصلوا لباطن الأرض، أثر على الطبقة المنصهرة اللي كاينة في باطن الأرض. باش نعرفوا واش يمكن لينا نحفروا واحد الحفرة اللي غتوصلنا للحمم المنصهرة، خاصنا نعرفوا أولا أكبر عمق حفره الإنسان هو بئر كولا فيه 12260 كيلومتر، والذي تم حفره من قبل الرواس استغرق منهم 20 سنة. يعني بأنه مستحيل الإنسان يصنع واحد الزلزال في منطقة معينة بلا حتى واحد ما يعرف. ولكن كاين واحد النظرية ديال بوب لازار اللي كان في واحد المنطقة حتى المنطقة 51، اللي كان الهدف ديالو إعراف طريقة عمل المحرك ديال سطح الطائر الذي يعمل بدون أسلاك، غير تيركبوا بعضياته وتيبدا خدام. ولا بغيتو القصة ديال بوب لازار حطونا في الكومنتات حنا غنجيبوها لكم حتى لعندكم. المهم هذا المحرك هذا كيصنع واحد القوه مغناطيسيه كبيره، بس هادي يشدوا داك المحرك والضوء باش يجربوا. يقولوا لك بان الناس اللي كانوا تما ما قدروش يشوفوا الصحن الطائر من التحت حيت كيشعب الضوء، وعكس المحركات الاخرى فانه يعمل بلا صوت الا عندما يبدا بالطيران، فانه ينتج واحد الاشعه زرقاء. ويقال بانك لا شفتي شي ضوء بنفسجي خاصك تهرب. عرفتي بغاو يوصلوني اخرك شنو هذا؟ خاصة إذا كان الجو غائم أو فيه ضباب. كيقول لك بأن صحون الطائرة كتجي كتخبى وسط الضبابة أو الغيوم، كيبقاو يخلقوا واحد الطاقة مغناطيسية، وهو داك الضوء اللي دوينا عليه البنفسجي هو البولتاكس اللي تيخلقوه صحون الطائرة، وهذا هو اللي كيسبب الزلازل. وهادشي ما كيتمش في نفس اللحظة، خاصك تبريباري لواحد المدة اللي كتعد بالايام. وهادشي شافوه في تركيا قبل ما يضرب الزلزال تما، وكاينين شي وحدين عندنا هنا ثاني كيقولوا بانه شافوه. بما انك وصلت هنا عطينا الراي ديالك وقول لنا واش الانسان يقدر يصنع الزلزال. الا ما عجبتكش حاجه في الفيديو بنت تقول علينا وحنا غادي نحسنوا من طريقه العمل. So please subscribe, whatever.